من ذلكم أيضا ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في النبلاء عن ابن الراوندي. ابن الراوندي اقرأ عنه كيف كان قبل. كان زاهدا. يقول الذهبي رحمه الله تعالى كان شديد الحياء، وبعد ذلك أوتي بشيء سبحان الله. الإنسان فيه نقاط ضعف، وقد يأتيك إبليس من هذه النقطة. بعض الأحيان تحب النفخ، تحب المدح، وبعض الأحيان تحب المال، وبعض الأحيان تحب كذا، فيأتيك إبليس من هذا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في مسلم حديث أنس قال لما خلق الله عز وجل آدم تركه ما شاء أن يتركه، فجاء إبليس فجعل يطيف به ينظر مما هو، فلما رآه أنه أجوف علم أنه خلق الله تعالى. فابن الراوندي أوتي من قبل الفقر، كان يريد مال، ثم بعد ذلك ألف كتابين. الكتاب الأول اسمه الدامغ، والثاني اسمه الردى. الدامغ يرد على القرآن الكريم، يقول من عالم إلى رجل يرد على القرآن الكريم، والسبور ده يزري بالأنبياء. وذات مرة كان يأكل كسرة خبز يابس، ثم بعد ذلك مر عليه موكب ويتوسط الرجل عليه حلة وعليه من آثار النعمة. قال من هذا؟ قالوا هذا كان عبدا لفلان فاعتقه سيد وأعطاه مال ففتح الله له. قالوا أنا لماذا يعطيني الله؟ ثم مرت امرأة معها من النسوة وهكذا قال. ثم قال كم من عالم أعيت مذاهبه، وجاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي صير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرين صديقا. هذا الرجل كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى طرق على بابه في الليل رجل يهودي وطلب منه طلبا غريبا أن يرد على النبي عليه الصلاة والسلام بعينه. الأسرى فيما يعتقد وكتب على الأنبياء لا يريد ردا خاصا على النبي عليه الصلاة والسلام، فأجاب لحفنة من المال. ثم لما أخذ المال وبنى بيتا في آخر مراحل البيت صعد أعلى البيت، وإذا به اختل توازنه ويسقط ويدق عنقه ثم يموت على هذه الخاتمة، الرجل العالم صار أمره إلى من